المفاجأة. قلت لها ايه؟ قالت لي ان انت لونتيلي السلحفة بينك. ازيكم؟ طبعا اللي شاف فيديوهاتي القديمه هيبقى عارف ان انا جبت قطه ما كانتش بتسمع، وكانت جايه وفي سن الجواز وعايزه تتجوز. المهم جابت عيال ومرت عليا البيت قطط. جوزي خلاص زهق مني وقال لي انا يا القطط في البيت. وغير ان هي بدات تقطع الفرش وبدات تقطع الاندريه وبدات تقطع الملايات فخلاص هو خلاص مش عايزها في البيت. المهم تمام، وسمعت كلامه ومشينا القطه، وجبت بعدها سلحفة. اتصل عليا وقال لي في سلحفة قدامي هي لمكة وهي ب 800 جنيه. فانا قلت له 800 جنيه يعني مبلغ كبير قوي على سلحفة. طب دور تاني كده يمكن تلاقي ارخص. اتصل بيا تاني، لا مفيش ارخص. قلت له طب هتعمل ايه؟ قال لي لا خلاص انا ايه مش هشتري. خلاص جوزي مروح ووصل تقريبا لغايه عربيته، لقى ولد صغير واقف بسلحفة في كرتونه. قال له بكام دي يا حبيبي عايز تبيعها؟ قال له اه. قال له بكام؟ قال له دي ب 150 جنيه. اتصل بيا جوزي، ايه ده انا لقيت سلحفاه ب 150 جنيه قد كف الايد كده. قلت له حلو قوي، هاتها وتعالى. وانا عشان خاطر اراضي مكه وعشان خاطر نفسيتها التعبانه قمت جاي وجبت كرتونه وقصيتها وعملنا بيت للسلحفاه. المهم السلحفاه رافضه اكل رافضه شرب، ما بتتحركش، بتطلع راسها تبص لنا وتدخل راسها تاني. انا وجوزي بما اني بثق جدا في اراء جوزي الغريبه، قال لي ان هي يمكن عشان مغيره مكانها وعماله تبص لنا ان احنا اشخاص جديده عليها، فاصبري بس لما تتعود علينا وساعتها ايه هتبقى زي الفل. انا طبعا بصدق جوزي في كل حاجه وبهزله دماغي. المهم في يوم من الايام بنضف تنظيفه العيد وجبت كم جبت المب وقلت امسح الشقه، لقيت المب مكسور. فقلت خلاص ما قداميش حل غير ان امسح بالطريقه البدائيه، اجيب جردل واجيب قماشه كبيره او امسح ايه الشقه. فجي دور المطبخ ان انا امسحه، فدخلت على كرتونه السلحفه اطلع السلحفه واشيل الكرتونه علشان امسح تحتها. فرحت حطها في الجردل اللي انا فعلا بمسح فيه. الجردل بقى كان فيه ايه؟ كان فيه خلطه فظيعه، كان فيه ديتول على كلور على معطر وميه يعني من الحنفيه. المهم حطيت السلحفه، اذ بيا وانا بحطها ايدي لمست الميه، قمت رافعه السلحفه بسرعه ورحت ايه حطها على جنب وخلصت مسح الشقه. وكانت مكه بنتي اليوم ده بتزن، قلت لها خليكي هاديه علشان عامله لك مفاجاه. انا كنت عامله كيك شوكولاته عادي، انده عليا اذ مكه بتنده عليا ماما ماما. قلت لها ايه؟ قالت لي انا عرفت المفاجاه. قلت لها ايه؟ قالت لي ان انت لونتيلي السلحفه بينك. رحت لقيت السلحفه بقت بينك فسفوريك. 4 ايام والسلحفه ماتت. طبعا جوزي وصحابه ومراتات صحابه بقوا يحفلوا عليا، لدرجه ان انا جوزي قال لي انت ما تربيش حيوانات تاني، السلحفه الكائن المعمر موتيه